سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم باذن الله في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم كيف العاده على قناتي وقناتكم قناه ما يفيدك سيداتي مع ايمان. البنات جبت لكم اقتراح رائع للفطور او الكوتي خفيف ظريف سهل سريع، في دقائق توجديه. كيجي غزال بدون سميد بدون دقيق ابيض، والنتيجه ديالو كتجي هائله. تابعوا معي الفيديو الاخر باش تعرفوا على المقادير وكيفيه التحضير. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق اللي كتفرحني بزاف بزاف. شكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع. بسم الله على بركه الله. نتقسموا المكونات اللي غادي نحتاجوا فيها: بيضه واحده، كاس ونصف من عصير البرتقال، ربع كاس ديال الزيت، غادي نحتاجوا نصف كاس ديال السكر الخشن او السكر سنيده، عندنا المليحه، ساشي ديال الزهر، خماره وحده، شويه من خميره الخبز، وغنحتاجو هنا 2 كيسان ونص من دقيق الفينو البنات. غنحتاجو معلقه كبيره من الفيرميسيل شوكولا. هادو هما المكونات البساطه البنات اللي كيعطيونا واحد النتيجه غزاله كيكه كتجي بدون دقيق ابيض بدون سميد، والنتيجه ديالها كتجي كلها هشاشه ومنسمه غزاله بزاف. اول حاجه البنات غندهنوا المول ديالنا مزيان بالزبده ونرشوه بالفينو. كنكونوا شاعلين الفران ديالنا كيسخن. كيف كنتقاسم معكم دائما ان المكونات اللي نخدموها بالسميده او بالفينو خاص تكون الفران ديالنا سخون مزيان. هنا دهناها جيدا من الوسط وكذلك من الجوانب، وغندوزو هكاك الكميه ديال دقيق الفينو هكا باش ما كتلتصقش لينا وكتجي محمره وكتجي غزاله بزاف وما كتلتصقش بطبيعه الحال ملي نبغي نحيدوها من المول. صافي البنات، الان غنجيبوا الاناء اللي غادي نخدموا فيه المكونات. هاد الكيكه بالفينو كتجي هشيشه يا البنات بلا ما تسقيوها بهاد المكونات اللي غنتقاسم معكم، اللي هي بسيطه جدا وكتخرج ما شاء الله كيكه اللي عائليه كتجي لذيذه بزاف. اول حاجه غادي نخدموا البيضه مع السكر سنيده، المليحه، وهذاك الساشي ديال الزهر. كيف كتعرفوا ان الساشي ديال الزهر غيتواتى بشكل كبير مع المذاق ديال البرتقال. انا هنا عندي عصير البرتقال، الا ما توفرش لكم البنات عوضوه بالحليب او اللبن او حتى الماء الا كان ما متوفر لكم حتى حاجه الوقت اللي بغيتو تحضروها، فهي كتجي هشيشه وكتجي لذيذه. صافي طربوا لي داك السكر مزيان مع البيض حتى كينسجموا على هاد الشكل وكيولي الخليط سائل. من بعد غنضيفوا قشور ديال البرتقاله باش نعزوا هذاك المذاق ديال البرتقال. غناخذوا هكا برتقال اللي مغسوله ومنشفينها مزيان، غناخذوا فقط هذاك القشر البرتقال، يعني الطبقه اللي كتكون في الاعلى. صدقوني البنات الا جربتوا هاد الكيكه هذه ان شاء الله تولي معتمد عندكم، فهي كتجي خفيفه ظريفه. مكونات كيف شفتوا معايا اقتصاديين مضبوطين، والنتيجه ديالهم كتجي واحد الكيكه عائليه كتذوب يا سلام. صافي هنا غادي نحيد هذيك الحكاكه، غنطرب مزيان داك القشور ديال البرتقال. ما تنساوش البنات انهم غيعطونا لوغو، يعني غيعطونا المذاق وكذلك اللون. فالخليط ديال البيض والسكر غياخذ هذاك اللون البرتقالي من القشر كذلك من عصير البرتقال. هنا ضفنا ربع كاس ديال الزيت. ربع كاس راه كافي البنات باش هاد الكيكه ديالكم تجي فتيه وهشيشه، باش ما تجيكمش معجنه. ما تكثروش الزيت. ربع كاس ديال الزيت في هاد المكونات، بيضه واحده ونص كاس ديال السكر سنيده، والحلاوه راه كتجي متوازنه. واللي بغى تعجبو الحلاوه بغى يضيف السكر يقدر يدير كاس لارو. هنا غنضيفوا عصير البرتقال كيف قلت لكم كاس ونص ديال عصير البرتقال. بالنسبه للفينو البنات راه حتى هو عبرته بنفس الكاس اللي عبرت به السوائل، هكا باش كتكون المكونات مضبوطه والنتيجه تنجح معكم 100%. صافي غادي نطربوهم جيدا كيف كتشوفوا معايا. غنضيف هنا قليل من خميره الخبز، يعني الراس المعلقه ديال الخميره ديال الخبز باش كتعطينا ديك الطراوه والهشاشه وكتجي هكا بومبي كتجي خفيفه. من بعد الخميره ديال الحلوى البنات انا كنفضل انني نغربلوها باش تخلصوا من دوك الكتل او الكويرات اللي تيكونوا في الخميره. كنحاولوا نتفاداو اي حاجه تخسر لنا الوصفه باش ديك الحبيبات ما يبقاوش واضحين او ظاهرين في الوجه ديال الخليط ديال الكيكه ديالنا. صافي طربوهم مزيان. ومن بعد غنضيفوا الكميه ديال الفينو كيف قلت لكم اللي انا عبرتها بنفس الكاس اللي عبرت به السوائل. عندي 2 كيسان ونص من الدقيق القمح الصلب اللين، يعني داك الرقيق اللي ماشي السميده ديال البسبوسه والحرشه، وماشي دقيق ابيض، هذا دقيق الفينو. صافي حركوا هكا او خلطوا جيدا الخليط ديالنا. هذا هو القوام ديالو.
ما تيكونش خفيف بزاف وما يكونش سائل بزاف. كيف كتعرفوا ان الفينو حتى هو كيتشرب الماده السائله. ضفنا هنا هذيك المعلقه كبيره ديال فيرميسيل شوكولا كتعطينا المذاق وكذلك هذيك التنميشه او هذاك التزيين للكيكه ديالنا. اللي داق يحماق عليها البنات غيسولك على الوصفه اللي هي بسيطه جدا وتحضريها فرمشة عين الفطور او الغوتي، الوقت اللي غتحضري فيه كويس ديال القهوه ولا كويس ديال اتاي وها هي واجده معاك. وكذلك ضياف الغفله تحضريها تحمر لك وجهك، كتجي المنظر عفوا ديالها زوين وكذلك المذاق توب رائع. نتمنىكم تجربوها. واللي كيزور القناه البنات اول مره وعجبو المحتوى مرحبا به يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وشكرا لكم دائما البنات اللي معايا من الاول على الدعم والتشجيع، وكنشكركم في كل فيديو على الدعم ديالكم والتعاليق المحفزه اللي كتفرحني وكتشجعني دائما على تقديم المزيد. صافي هنا البنات ضربنا هكا الاناء شويه مع سطح العمل، وكتزيين او كاضافه غنضيف انا شويه ديال اللوز ايفيلي في الوجه ديال هاد الكيكه هذه. تقدروا تخليوها كيف ما هي فقط منمشه بداك الفيرميسيل شوكولا. انا توفر ليا شويه ديال اللوز ايفيلي، يعني غنتفوبر عليها وغنفركسها بهذاك اللوز، غادي نرشو على الوجه ديال الكيكه ديالنا. شي حاجه اللي كتجي طوب ديال الطوب، كتجي غزاله البنات، كتجي لذيذه وصراحه راه كتجي هشيشه ما تحتاجوش تسقيوها او تحضروا لها شي سيرو نهائيا. دخلوها الفران النار تكون متوسطه، يكون سخون من قبل، نار من الاسفل فقط حتى كطيب، وكندهبوا لها هكا الوجه ديالها. شوفوا البنات من بعد ما تخرجوها حطوها فوق البوطاجي وحطوا عليها واحد المنديل هكذا باش كتبقى هشيشه وما كتجيش ناشفه ويابسه، وكتجي الخفه ديالها يا سلام. هذا هو الشكل النهائي. كيف قلت لكم خليتها كيف ما هي مزينه بهذاك اللوز ايفيلي وهذيك التنميشه ديال الشوكولا فيرميسيل اللي كتجي رائعه، عاطينا منظر وكذلك مذاق. وكيف العاده نقطع معكم قطعه باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، راه كتجي فتيه كتذوب ذوبان. نتمنىكم تجربوها. كتجي اسهل من الحرشه مثلا ديال المقله، خاصك تقابليها وتقلبيها على الجهتين. هذه خلطي كلشي دفعه واحده، دخليها الفران طيب اقل من 20 دقيقه كتكون واجده. كتجي يا سلام. المذاق ديال البرتقال كتجي فايحه والنسمه ديال الزهر كذلك. نتمنىكم تجربوها بهذه الطريقه، راها كتحمق. شوفوا معايا كيفاش رطيطبه ومحمره من الوجه وكذلك من الاسفل. بالصحه والراحه. نتمنىكم تجربوها. ما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق، وما تنساوش كذلك تبارطاجيو الوصفه مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائده. هذا اقتراحي لكم في هذا الفيديو، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه والى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، ونخليكم مع تتمه الفيديو.